في إيران يصف الكثير من المختصين الطفلة حنان خلفي بأنها نابغة من النوابغ على الرغم من صغر سنها، فهي بالإضافة إلى حفظها للقرآن الكريم ومشاركتها في المحافل القرآنية فهي تقوم أيضا بترجمة القرآن الكريم. حنان، اسمعينا آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. حنان خلفي طفلة إيرانية حفظت القرآن الكريم عن ظهر قلب وأبدعت في تلاوته وهي في سن 7 من عمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، أنا حنان خلفي، حافظة لكل قرآن من الجمهورية الإسلامية في إيران. كل هذا لم يكن غريبا على أسرة حنان، والمفاجأة أن لبطلتنا أخ وأختين يحفظون القرآن أيضا. هي عائلة متميزة حباها الله بنعمة الإيمان. والدا حنان نذرا حياتهما لتحفيظ أولادهما القرآن الكريم. عدسة الكوت زارت منزلهم المبارك. ترى ما السر في ذلك؟ وكيف لأشخاص غير ناطقين باللغة العربية أن يحفظوا القرآن؟ يجيب والد حنان: بالإرادة والمثابرة تصنع المعجزات. لدينا 3 بنات وشاب، والحمد لله أن 3 منهم يحفظون القرآن الكريم كاملا، وواحدة تحفظ 20 جزءا منه باللغتين العربية والفرنسية. بدأنا مع حنان العمل على تحفيظها القرآن منذ ولادتها، شجعناها وتابعنا معها إلى أن أصبحت في سن 4، فأرسلناها إلى جامعة القرآن لتعلم القراءة، وبالفعل بعد عام تمكنت من حفظ جزئين. عندها عادت للمنزل، وعملنا أنا وأمها على تحفيظها يوميا صفحة من القرآن إلى أن استطاعت حفظ كتاب الله بالكامل وعمرها 7 سنوات. إذن العمل دون كلل هو سر نجاح هذه الأسرة في تحفيظ أبنائها كتاب الله. كل ذلك صحيح وممكن حقا، لكن لا بد من أساس متين يبنى عليه. والدة حنان تقول أنها لم تنقطع يوما عن قراءة القرآن أو سماعه طوال فترة حملها. ربما هو نوع من إعداد الجنين لهذه المرحلة، وعوضا عن ترديد الأشعار التقليدية لتنام الطفلة كان القرآن هو البديل. طوال فترة حملي كنت أقرأ القرآن وأستمع إليه بشكل كبير، وكنت أحرص على الوضوء خلال فترة الرضاعة، وكذلك بعد الولادة كنا حريصين على أن تنام وتصحو حنان على صوت القرآن. ما أريد قوله أن حفظ القرآن ليس بالأمر المستحيل، لكن ينبغي على الآباء والأمهات الذين يرغبون بأن يحفظ أطفالهم القرآن عليهم أن ينظموا الوقت الكافي لذلك ويتابعوا مع أطفالهم صفحة بصفحة. نحن كنا نستغرق مع حنان حوالي 7 ساعات كل يوم ما بين حفظ وتلاوة واستماع. حنان اليوم وبالرغم من سنها الصغير إلا أنها كثيرة المشاغل، تنظم وقتها بدقة، حيث أنها تقوم بواجباتها المدرسية على أحسن وجه، وتشارك بالمحافل القرآنية في مختلف البلاد، فضلا عن عملها في ترجمة القرآن الكريم. وإضافة إلى هذا وذاك، لحنان صوت عذب شجعها على تسجيل القرآن الكريم كاملا، ويتم الإعداد حاليا لتوزيعه تجاريا. وحول قراءتها للموشحات الإسلامية فالحديث يطول عن ذلك. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. أما عن فعالياتها خارج إيران فقد شاركت حنان في مسابقة دولية للقرآن الكريم أقيمت العام الماضي في دبي، وحصلت بجدارة على مركز متقدم بعد أن أبهرت الحضور بذكائها وفطنتها، كما أنها حصدت جوائز كثيرة
من بلدان كروسيا وتركيا ولبنان والعراق وسوريا. ومن المقرر أن تسافر في شهر رمضان المقبل إلى ألمانيا للمشاركة بمحفل قرآني عظيم. كيف لا تتقن حنان حفظ القرآن الكريم وتبدع في تلاوته وقد ترعرعت في أسرة تلهج ألسنة أفرادها بالذكر الحكيم. عباس نشاب، تلفزيون الكوت، طهران.